أغلق باب الانتقالات الصيفية. كان النهاردة آخر يوم وانتهى سوق الانتقالات الصيفية، بس اتحسمت صفقات كتيرة في النهاية. طبعا المهاجم إيزاك من نيوكاسل، ليفربول بيتعاقد معاه مقابل 125 مليون يورو، بس العقد محددش المدة كام سنة، تقريبا 4 سنين أو 5 سنين. طبعا مانشستر سيتي خلصت حارس مرمى وهي كانت محتاجة حارس مرمى. تمت صفقة دوناروما من باريس سان جيرمان. طبعا كان عقده انتهى مع باريس وما جددش العقد، فمانشستر سيتي اتعاقدت مع دوناروما. وعندنا الأرسنال أخد إعارة مدافع من ليفركوزن، هينيكابي، مدافع من ليفركوزن على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى صفوف أرسنال. وتشيلسي حسم الصفقة العشرة، وتشيلسي أخد إعارة فيكونودو، وده يعني بديل بالمر. لاعب تشيلسي جايبين واحد برضو مهاجم خط وسط بيلعب في نص الملعب، صانع ألعاب زي بالمر. طبعا ده يعني إعارة لمدة سنة من صفوف برايتون. وطبعا استون فيلا أخدت إعارة سانشو من مانشستر يونايتد، وإعارة اليوت من ليفربول. فدي كانت آخر الصفقات في الميركاتو الصيفي. والميركاتو الباب طبعا أغلق الباب وخلاص كده. الفترة دي توقف دولي طبعا للمنتخبات، بيلعبوا فيها تصفيات كأس عالم للمنتخبات وماتشات ودية. فطبعا مستمرين أسبوعين، وبعد كده هنرجع للدوريات الخمسة الكبرى. ودوري أبطال أوروبا هيبتدي نص 9 يوم التلات 16/9.